صعوبة التنفس من أكتر المشاكل اللي بتحصل في حديث الولادة، إزاي نشخصها وإزاي نعالجها ده اللي هنعرفه في قلب الفيديو. في الأول بس خلينا نتفق إن الطفل بيعمل من 30 ل 60 نفس في الدقيقة الواحدة من تركيز الأكسجين اللي موجود في الغلاف الجوي اللي هو تركيزه 21%. وده ليه؟ قالك عشان يشبع الجسم بالتركيز الأكسجين اللي هو من 94% إلى 98%. طب إيه المشكلة هنا؟ قالك المشكلة لما يبقى في عندنا مشكلة في الرئة أو مشكلة في القلب. طب ايه اللي بيحصل؟ قال لك الطفل بيعمل 4 محاولات. الطفل الاولاني بيعمل المحاوله الاولانيه اللي هي بايه؟ بيزود عدد التنفس بتاعه، يعني بيعمل اكتر من 60 70 او 80 نفس من تركيز الاكسجين اللي موجود في الغلاف الجوي اللي هو 21%. طب والطفل ده مشكلته ان هو بينهج حاجه اسمها صعوبه في التنفس اللي هي تاكيبنيا اللي هو سرعه التنفس. طيب ازاي نحلها؟ بسيطه خالص، انت بتعمل 70 او 80 نفس من تركيز ال 21% اللي موجود في الغلاف الجوي، انا هخلي لك ال 21 دي 30% او 40%. هتعملها ازاي دي؟ ودي بسيطه خالص انك تعملها عن طريق النيزل برونج او النيزل كانولا اللي بتتركب في الانف، ونفتح الاكسجين بتاعنا من 1 الى 2 لتر في الدقيقه. تمام كده؟ طيب الطفل الثاني بيعمل ايه؟ الطفل الثاني ده بيقول لك يا عم انا بدل ما اقعد انهج انا صحتي على قدي، ده انا بدل ما اخد شويه اكسجين صغيرين اخد شويه اكسجين كبار، باخد نفس كبير خالص. فما ياخد نفس كبير خالص ايه اللي بيحصل؟ بيحصل عندنا حاجه اسمها صعوبه في التنفس، حاجه اسمها ريتراكشن، ودي نوعين، لا اما سب كوستال ريتراكشن لا اما انتر كوستال ريتراكشن. ودي مش مشكلتنا، بس مشكلتنا ان الطفل ده بياخد كميه اكسجين من الواحد كبيره من ال 21%. فحله نفس الطفل الاولاني ان انا احط له نزل برونج من 1 الى 2 لتر في الدقيقه. الطفل الثالث ده بقى بلطجي في نفسه شويه، عامل زي عبد الملك زرزور كده، حبس الاكسجين اللي هو الشهيق جوه الرئه وبيقول له انك انت مش هتخرج الا لما تشبع الدم بالاكسجين. وساعه لما الطفل بيجي يحبس الاكسجين جوه الرئه فبيقفل الفوكال كورد، فهتحصل معانا صوت النته اللي هو بنقول عليه جرانتنج اللي هو ريسبيراتور ستريس جريد 3، ودي المرحله اللي هي الثالثه. ومن اللي الطفل عمله بيجي لنا العلاج. طب هو الطفل عمل ايه؟ زود الضغط جوه الرئه وزود الاكسجين اللي داخل جوه الرئه، فبالتالي عايز اكسجين وعايز ضغط. وده بنعمله ازاي؟ عن طريق جهاز اسمه السباب اللي هو جهاز نصف تنفس صناعي، وده بيدينا هواء واكسجين وبيدينا بيب. البيب ده اللي هو الضغط اللي بيحافظ على الرئه مفتوحه ويسهل عمليه التنفس اللي بعدها. نخش على الطفل الرابع، وده بقى قال لك يا عم انا ولا هنهج ولا هحبس اكسجين ولا هدخل هواء زياده، لا انا ما عدتش هتنفس خالص. وده بيحصل عندنا ريسبيراتور فيلير، واهم علامه مميزه ليه اللي هي السينوزس اللي هو الازرقاء. وده حلها ان احنا نحط الطفل على جهاز تنفس صناعي، حاجه هتدخل بقى الهواء. الطفل بقى فشل، فانا عايز حاجه تتنفس مكانه اللي هو جهاز التنفس الصناعي. وده عندنا اكتر من نظام، لا اما الجهاز هو المتحكم الكلي والاساسي في عمليه التنفس، او الجهاز التنفس الصناعي ده بيتزامن مع تنفس الطفل. يعني ايه؟ يعني الطفل يعمل شويه والجهاز التنفس الصناعي يعمل شويه. وفي نظام ثالث حاجه زي اسمه السباب اللي هو جهاز نصف تنفس صناعي، نفس المود على جهاز تنفس صناعي ولكن بطريقه اختراقيه عن طريق الانبوبه الحنجريه. كده انت عرفت تشخص وازاي تعالج من الميكانيزم اللي الطفل عملها، الميكانيزم اللي هي واحده من الاربعه اللي احنا اتكلمنا عليهم. ولكن لو الطفل مثلا عنده ار دي جريد 3 اللي هو جرانتنج وعنده ريتراكشن وعنده تاكيبنيا، انا هحطه في انهي درجه من دول يا مستر محمد؟ بتحطه في اقصى درجه اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي جرانتنج. تمام بس كده، ويا رب اكون بسطت لكم الموضوع. ولو انت استفدت يا ريت تدعمنا بانك انت تعمل لنا لايك او شير لقلب الفيديو ده.